هاد الوصفة لازم تسجلوها عندكم ومستحيل ما تجربوهاش. تحلية الشوكولا بطبقتين من أروع ما يكون، ننصحكم تجربوها وتبارطاجوها مع أصحابكم. أول حاجة في إناء نحطوا كاس ونص تاع فرينة، نص كاس تاع كاكاو، ملعقة صغيرة خميرة الحلويات، رشة تاع ملح، ونغربلوهم جيدا. نخلطوهم ونحطوهم على جهة. في إناء آخر راح نجيب زوج حبات تاع بيض، نضيف لهم كاس إلا ربع تاع السكر، نخلطهم مليح. ومن بعد راح نضيف عليهم كاس إلا ربع تاع حليب، نضيف عليهم ربع كاس تاع زيت، نخلطهم مليح. وراح نضيف المكونات الجافة على دفعتين، نضيفوا الدفعة الأولى نخلطهم مليح. باش الكيكة تاعكم تجيكم خفيفة راح نضيفوا لها نص كاس تاع ماء اللي يكون ساخن جدا. ومن بعد راح نكمل نخلط ونضيف النصف الثاني تاع المواد الجافة. بعد ما نكمل راح نفرغ هذا المزيج في قالبين. انا استعملت قوالب ورقية عمرهم في النصف، ودخلهم مباشرة للفرن على 160 درجة لمدة 25 دقيقة. مروا مع بعض نحضروا الصلصة اللي راح تكون كطبقة ثانية. راح نحتاجوا فيها علبة تاع حليب مركز محلى نسل حليب، وراح نضيفوا لها ملعقتين تاع كاكاو مر، نخلطهم مليح على نار متوسطة. وفي الأخير نضيفوا لهم علبة تاع قشدة، انا استعملت بطوش اللي فيها 20 سنتيلتر، نخلطوا مليح والصلصة تاعنا راهي واجدة. بعد ما الكيك يطيب نفرغوا فوقه مباشرة الصلصة، نديروا لها تزيين اختياري